هل تعلم أنك تستطيع أن تكسب حسنات عظيمة وتجني أجورا كبيرة وأنت جالس في مكانك؟ بل المفاجأة أن هذه الأجور قد تستمر في حياتك وبعد وفاتك أيضا. يموت الإنسان وينقطع عن الدنيا، وبينما هو في قبره بأمس الحاجة إلى الحسنة الواحدة لا يغيث لهفته ويسد حاجته إلا الحسنات الجارية. فالحسنات نوعان: نوع ينتهي ثوابه بالفراغ من أدائه، ونوع آخر يبقى ثوابه وأجره في حياة الإنسان وحتى بعد وفاته. إنها الحسنات الجارية طريق ممهد للجنة وسبيل عظيم من سبل التوفيق في الدنيا والآخرة. ومع وجود التقنية الحديثة وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي أصبح الأمر أكثر سهولة، فيستطيع الإنسان أن يزرع ثمارا ويجني أجورا عظيمة تستمر في حياته وبعد وفاته بأقل التكاليف والجهود. نشر العلم في شبكات التواصل الاجتماعي، فكل من قرأ ما نشرته دخل في باب علم ينتفع به. رفع المواد النافعة صوتية كانت أو مرئية أو مكتوبة، وإيجاد الطرق السهلة للوصول إليها وتحميلها. الترويج للشعائر والقيم الإسلامية والتعريف بها، ونشر فضائل الأخلاق وزرعها في نفوس الناس بالأساليب الحديثة. نشر المعرفات والحسابات المهتمة بالعلم والأخلاق، ومواجهة دعاة الشر والرذيلة، وغيرها الكثير من الأمور السهلة ذات الأجور والحسنات الجارية. هل جربت القيام بواحدة من هذه الحسنات؟ انشر هذا المقطع، فهو أيضا حسنة جارية إن شاء الله.